اللي حصل بعد ما قلد مشروع ناجح محدش كان يتوقعه. ده أحمد وكريم، شابين فتحوا مشروعين في نفس الشارع. أحمد كان بيجرب يغلط ويطور من نفسه. كريم قال لك ما أحمد ناجح ما قلده وخلاص. بنفس المنتج، نفس السعر ونفس العروض، ابتدى كريم يقلد أحمد. في البداية الاتنين كانوا بيبيعوا كويس، بس بعد فترة فجأة كريم ابتدى يبيع أكتر من أحمد. فرح وقال لنفسه ما هو التقليد بيكسب. بس بعد فترة العملاء اختفوا وابتدوا يرجعوا لأحمد تاني، والناس سابت كريم وما رجعتلوش عشان كريم ما كانش عنده لا شخصية ولا تجربة ولا حاجة تخلي العملاء يفضلوا ويكملوا معاه. التقليد ممكن يكسبك في أول عملية بيع، بس عمره ما هيكمل ويبني بيزنس. لو عايز تعرف معلومات عن البيزنس، التسويق أو البيع، هتلاقيها هنا بس على قناة بيزنس على السريع. تابعنا واشترك في القناة وهيوصلك كل جديد، وخليك دايما سابق بخطوة.